السلام عليكم، صباح الخير. كان معكم زمال حسام الدين، مفتش الولاية للصحة النباتية ببلدية بابار، المنطقة الجنوبية، محيط بونقار، في شركة جيجير أوراس أي الصفا أوراس سابقا. قصد تفقد محاصيل البطاطا والتجربة الأولى تاع الشركة اللي كانت ناجحة. كما راكم تشوفوا الإنتاج وافر ما شاء الله. هذه البطاطا من نوع أصناف سبونتا اللي تم غرسها لو ديلي لو دات لا دات دي سومي اللي كانت في 17 سبتمبر من سنة 2022 على مساحة تاع 30 هكتار. الشركة متعاقدة مع شركة فريغوميتيت للتخزين التابعة اللي هي تعتبر شركة وطنية وتقوم بتخزين البطاطا، وتساهم بصفة كبيرة بالقضاء على تخفيف سمانها في رفع تحافظ على استقرار أسعار البطاطا. كما راكم تشوفوا طريقة السقي كانت بالبيفوات أي بالرش المحوري. هذه تجربة أولى قاموا بها المهندسين وإطارات شركة جيجير اللي تمت بنجاح، وكانت بادرة ان شاء الله نستبشروا بها وتعود نموذجية للفلاحين اخواننا، وتعود مصدر رزق تاعهم، ويتجهوا لهذه الشعبة، شعبة البطاطا اللي در عليهم باموال وبتكون مربحة ان شاء الله، وتعاون وتساهم في استقرار البلاد، استقرار الاسعار. ان شاء الله تدعم التجربة هذه. وكما راكم تشوفوا راها ماهيش يعني حاجة، راها برسك تمت طبيعيا بالاستعمال الرشيد للمبيدات وكلش. وهذه هي، وكان معكم جمال حسام الدين من بلدية بابار. الساعة تشير إلى الساعة 12 زوالا، والسلام عليكم.